ده الثرو الإيطالي عمود الشياكة في الجنينة. لو بتحب النباتات اللي شكلها شيك وفيها طابع أوروبي يبقى لازم تتعرف على الثرو الإيطالي. وعارفين إن الثرو الإيطالي نبات زينة مشهور جدا بشكله الرفيع والطويل وبيدي منظر ملكي لأي مكان. الثرو الإيطالي هو عمود أخضر طويل زي ما احنا شايفين كده، بيكبر في الطول من غير ما يبقى فيه عرض، يعني بيطلع لفوق ما يبقاش فيه عرض. الثرو الإيطالي لونه أخضر غامق ثابت طول السنة، شكله زي شجرة الكريسماس بس نحيف. ممكن يوصل طوله ل15 و10 أمتار مع الوقت بس ببطء شوية. طبعا الثرو بيتزرع في الممرات أو كخلفية للحدائق. بيحب الشمس، يعني لازم يتحط في مكان فيه شمس مباشرة علشان ينمو كويس. بيحب التربة الخفيفة اللي بتصرف المياه بسرعة. الثرو الإيطالي بيتحمل الحر والجفاف نسبيا ومناسب جدا للجو في مصر. بالنسبة للري والتسميد، أول ما تزرعه محتاج ري منتظم كل 3-4 أيام لحد ما الجدر يبدأ يشق في الأرض. بعد كده الري بتاعه يبقى على حسب الجو، يعني كل أسبوع تقريبا في الصيف. بالنسبة برضو للثرو الإيطالي بيتسمد كل شهر أو شهرين بسماد متوازن NPK علشان يحافظ على لونه ونموه. الثرو الإيطالي مش بيحب التقليم كتير، لكن لو في فرع خرج بره دايرة الشكل تقدر تقصه علشان تحافظ على الشكل الرأسي. بيتقص من الجنب ولو عايز تستخدمه كسياج طبيعي. طبعا الثرو الإيطالي بيتزرع على جنبين المداخل في صفوف على سور البيت، بيدي إحساس بالفخامة والترتيب وخصوصا لو اتزرع في جنب واحد. الثرو الإيطالي ده الرايق الأنيق اللي طوله شامخ وشكله فخم وسهل في العناية. لو عندك مساحة في الحديقة تقدر تزرعه طول السور.